مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر وعاجل على المباشر في هذه اللحظات سيتم نقل المدعو الياس المالكي في هذه اللحظات من السجن المحلي سيدي موسى الى محكمه ابتدائيه مدينه الجديده في هذه اللحظات، كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر عبر قناتكم قناه شوف تيفي. وحنا كنتواجدوا بقرب من سجن المحلي سيدي موسى في هذه اللحظات. فهذه هي السياره اللي غيتم نقل عبر ستريمر الياس المالكي الى سجن سيدي موسى، الى المحكمه الابتدائيه مدينه الجديده. فكما كتعرفوا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، تهم ثقيله في حق الياس المالكي بعد ما انه اتهم باتهامات خطيره جدا، منها السب والقذف والتحريض على الكراهيه والفساد والدعاره والإخلال العلني والتشهير في هذه اللحظات سيتم نقل ستريمرز الياس المالكي فكما كنقولوا حنايا، فهو كان كيسحب لي ان هاد الشيء اللي دار فغيكون بحال المره الاولى، ولكن للاسف ان هاد التهم هذه الحمد لله في الجمعيه ديال زيرو تفاهه فكانت في صد من حديد في حق ستريمرز الياس المالكي، لان راه صعيب 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 باش انك الحال كما كنقولوا حنا ان المتهم بريء حتى تثبت الادانه ديالو. فلحنا بزاف الناس فلحنا بزاف الناس، يعني ماشي من حقنا اننا نهضروا ولا نقولوا الاحكام. فكيبقى القرار ديال السيد وكيل جلاله الملك اللي كيعطي القرار المناسب لهذه الاحكام.
كما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات سيتم نقل المدعو إلياس المالكي من السجن المحلي سيدي موسى إلى المحكمة الجزائية بمدينة الجديد. والصراحة راه يعني كيف كنقولوا حدايا راه يعني الانسان ما كيعرفش الخيب الخطا. يعني الخيبه في الياس انه ما لقاش اللي يوريه او اللي يخليه ناضج ويوريه الخيب الخطا. هذا باغي غير الفلوس، كلشي كيتسدى غير الفلوس، كلشي باغي غير صافي. شافوا الفلوس كتدخل بالسريبات، كتدخل بالجهات اخرى صافي. كما كتبوا معنا حنا كنتواجدوا امام سجن المحكمة موسى، فسوف يتم نقل الياس المالكي في هذه اللحظات. فاللي كيبقاو فيك هما الوالدين، اللي كيبقاو فيك هما الوالدين. شوف 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 شحال ديال الامهات والاباء شوف واقفين حدا السجن المحلي ديال بوسه. شوف 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 يعني راه صعيب، صعيبه بزاف. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام واش قناه شوف تيفي في هذه اللحظات كنتواجدوا امام السجن المحلي سيدي موسى في لحظه نقل المدعو الياس المالكي. بغيت كلشي بارطاجي وكلشي يعني يقول كلمه حق في هذا الموضوع هذا، لان هذا الموضوع راه جد جد خطير. يعني الياس المالكي يعني كان كيحسب لي انه هاد التهم هذه يعني غيكون بحال التهم الاولى فاش كان يعني تحكم ب3 اشهر او 7 اشهر، ولكن للاسف ان هذه المره هذه كانت يعني الدعوات وصلت 447 حسب ما قال الاستاذ الصوفي. فقالها بالفم ديالو ان الياس كان كيسحب لي انه هاد الدعوات غيكون بحال الدعوات، ولكن لا، هاد المره هذه كل من سولت له نفسه انه يقول يعني يبوح بشي حاجه خطيره. فاليوم سوف الياس المالكي مره اخرى ومره ثالثه سوف يمثل امام العداله. فهاد المره هذه ما بقاش اللعب، هاد المره هذه ما بقاش اللعب. بغيت كلشي يدخل بارطاجي ويقول لنا الراي ديالو في هذا الموضوع هذا. فكما كنتم معنا هاي السياره اللي غتنقل يعني اللي غتنقل المدعو الياس المالكي في هذه اللحظات. يعني بعد دقائق قليله شحال حكموا عليه خويا باقي ما تحكمش حاليا. دابا الياس المالكي باقي ماشي متهم حتى تثبت الادانه ديالو. والحاجه الاخرى اللي هي ان الياس المالكي فرجعوا ليه حتى القضيه ديال استهلاك المخدرات. فهنا اللي غادي نرجعوا ان القضيه مابقاش قضيه اللي هي سهله. واحد الانسان كيتناول المخدرات، كيتناول المعجون، كيكون تحت تاثير المخدرات وكيدير ستريمات وكيدار يسب ويشتم في الناس اللي كيطلعوا معاه في اللايفات. فبذلك ان الياس المالكي
تشد المره الاولى وتشد المره الثانيه وها هي المره الثالثه. علاش؟ حيت الانسان لو كان كيعرف مصلحته وكان كيعرف صلاحه ما كانش غيدير بحال هكا، ولو كان كيضرب حساب الوالدين ما كانش غيدير بحال هكا. فللاسف ان كنشوفوا حنا حتى واحد الضعف ديال التذكير ديال الوالدين حتى هو ما كاينش. يعني حتى الوالدين كان عليهم انهم يذكروه ويعرفوا انه شنو دار، شنو هما الاسباب، يعني شنو الراي ديالكم نتوما، يعني بارطاجيو يعني كاع اللي كنشوفهم انه كي كيكتبوا الياس بغينا نشوفوهم هنايا حاليا باش اننا نشوفوا يعني المنظور ديالهم حول هذه القضيه هذه، الاثار الضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هاي السياره اللي غيكون فيها الياس المالكي، هي هذه. فهاد اللحظات مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، فهاد اللحظات تم نقل فهاد اللحظات الياس المالكي، راه هو يعني كما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدين قناه شوف تيفي، فهاد اللحظات نقل ستريمرز الياس المالكي فهاد اللحظات الى المحكمه الجديده. شوف 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 ها هو ستريمرز الياس المالكي في هذه اللحظات سوف ينقل الى محكمه الجديده في هذه اللحظات كما كنتم معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. يعني في هذه اللحظات شوف كلشي بارطاج. يعني في هذه اللحظات نقل ستريمرز الياس المالكي الى محكمة مدينة الجديدة في هذه اللحظات، من بعد ما عنده بزاف تهم ثقيلة في الحق ديالو، منهم يعني السب والكراهية، ومنهم يعني الإخلال العلني والدعارة والفساد واستهلاك المخدرات. معنا في هذه اللحظات نقل ستريمرز الياس المالكي الى محكمة مدينة الجديدة في هذه اللحظات. فالياس المالكي سوف يكون يعني امام قضية اللي هي كبيرة ماشي سهلة. كما كنتم معنا في هذه اللحظات يعني نقل ستريمرز الياس المالكي في هذه اللحظات الى محكمة مدينة الجديدة في هذه اللحظات. شوف 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 يعني كما كنقولوا حنايا مشاهدي قناة شوف تيفي في هذه اللحظات نقل ستريمرز الياس المالكي. والله كما كنقولوا حنا ما بغيناش ليه السجن في هذه اللحظات، راه صعيبة على كل شيء، صعيبة على كل شيء. فكنتمناو انه يكون خير هادشي اللي كنتمناو يكون خير، لان راه باش انك تكون يعني حتى التهم اللي في حق الياس المالكي يعني كثيره بزاف، يعني راه كثيره لواحد الدرجه اللي هي كبيره، اللي منهم السب والكراهيه، ومنهم التشهير العلني، ومنهم الدعاره والفساد. فراه صعيبه وسير شوف هاد اللحظات
جوج ديال السيارات الامن الوطني في هذه اللحظات اللي حاملين. هنا هو يعني كما مكتوب معنا ستريمر الياس ماكي سوف يتمثل اليوم امام القضاء. كما مكتوب معنا في هذو هما السيارات. السياره الاولى انها تابعه السياره الثانيه، السياره الاولى اللي هي اللي فيها ستريم